كمبرمجين بنلاقي نفسنا بنستخدم التراي والكاتش زي الملح والسكر نحطها في كل حتة في الكود، وبعض المطورين خصوصا اللي بيشتغلوا على APIs تلاقيهم بيحطوا كل حاجة جوه التراي والكاتش بدل ما يستخدموا الشروط او الكونديشنز علشان يتأكدوا ان المدخلات صحيحة. بس المشكلة بتزيد لما المطور بيلاقي مشكلة في الكود، وبدل من انه يدور على السبب بيقوم حاطه جوه التراي والكاتش ومش بيكتب اي حاجة جوه الكاتش. كأنك بتقول للبرنامج لو قابلتك اي مشكله اتعامل كانها مش موجوده، احنا عندنا ديدلاين ولازم نسلم للعميل. وايضا لما بتتعامل مع ملفات او قواعد بيانات كتير بينسوا يقفلوا الملف او الاتصال بعد ما يخلصوا. السؤال هنا، هل استخدام التراي والكاتش او التعامل مع الاستثناءات بشكل عام او الاكسبشن هاندلنج غلط؟ وازاي نستخدمها صح؟ وهي دي حكايه النهارده على كودكس لاين. في كتاب Effective Java بيقولك ان في نوعين من الاخطاء، وكل نوع ليه طريقة تعامل مختلفة. النوع الأول هي أخطاء ناتجة عن المستخدم زي ال I/O exception، ودي حاجة ممكن تتعامل معاها لأنها غالبا بتيجي بسبب إن المستخدم دخل بيانات غلط. النوع التاني هي أخطاء ناتجة عن النظام زي runtime exception أو null pointer exception، ودي أخطاء في الكود نفسه. والراجل ده بيقولك كمان إنك لما تتعامل مع الاستثناءات العامة واللي هي عبارة عن أخطاء النظام نفسه ما قدرش يحدد نوعها، وبالتالي اسمها بتلاقيه مش محدد زي exception أو throwable. وفي الحالة دي لازم تستخدم البيانات اللي بتيجي معاها علشان تعرف مكان وسبب الخطأ من خلال الستاك تريس. ونصيحة مهمة تانية، خلي الكود اللي جوه التراي كاتش قليل على قد ما تقدر. يعني مفيش داعي تحط كود بيجمع رقمين مثلا في التراي كاتش، لأن مفيش شيء كبير وخطأ ممكن يحصل هنا. تعالوا بقى نخش على الكتاب التاني كلين كود. ليه عملتوا كده؟ طلع منها كمية تراب رهيبة، واللي مفيش حد ما سمعش عنه، والاشهر على الاطلاق، واللي بتلاقيه عند اي مطور سواء على رف الكتب او ملف PDF مستخبي على الجهاز. المهم الراجل ده بيقدم شويه نصايح 10 على 10. النقطه الاولى انك ما ترجعش نل. لو عندك فانكشن او داله بترجع نتيجه وبتستخدم جواها التراي والكاتش، اتاكد انك ما ترجعش نل، رجع اي حاجه قيمه افتراضيه. مثلا لو بترجع رقم رجع 0 في حاله فشل العمليه. ليه بقى؟ ابسط سبب انك لو رجعت نل والراجل اللي بعديك جه يستخدمها هيضطر يتأكد إذا كانت القيمة نل أو لأ، وإلا البرنامج ممكن يعطل، وبالتالي كود زيادة ملوش أي لازمة إلا لو أنت قاصد. الدم مش هيرجع دم أمك اللي ماتت، الصلح خير يا مروان. النقطة رقم 2، ما تستخدمهاش بدون داعي، زي مثلا إنك تستخدمها علشان تتأكد إن المصفوفة أو الأري فاضية، والأفضل إنك تستخدم الشروط العادية بدلا من الاستثناءات. النقطة رقم 3، استخدم أسماء مناسبة للاستثناءات. لو هتعمل استثناء او اكسبشن خاص بقواعد البيانات سميه حاجه زي كده database connection exception علشان يكون واضح ومعبر عن الخطأ. نيجي بقى للكتاب اللي بعتبره عميق وكفايه الاسم The Pragmatic Programmer. اهم نقطه في الكتاب ده كله تخص موضوع الاكسبشن او الاستثناءات هي الاتي: وقف تنفيذ العمليه في الوقت المناسب. عندك مجموعه من العمليات وابتديت ان عندك قيمه معينه، والقيمه دي بعد كده في مكان قدام شويه هتحفظها في الداتابيز، وكل عمليه محطوطه في تراي وكاتش بشكل منفصل، وانت بقى اكتفيت انك تعمل لوج للعمليه الخاطئه وكله كان زي الفل، ولكن جت واحده منهم وفشلت، وبالتالي القيمه هتكون خاطئه، وهتقوم حافظ القيمه دي في الداتابيز وهتبقى المشكله اكبر. ولذلك في اوقات كتير بتستدعي انك توقف العمليه عن طريق انك تعمل ثرو لاكسبشن بشكل يدوي، وده في رايي هو افضل استخدام للاكسبشن هاندلر. قبل ما نكمل في سؤال مهم، هل في حالات من الافضل اني ما اسجلش اي بيانات عن الخطا واعتبره كانه ما حصلش من الاساس؟ ده صحيح، وده في حاله لو كان شيء مش مستاهل انك تضيع وقت فيه، ومش من الممكن انه يسبب اي كوارث او اخطاء تانية في المستقبل. ولذلك ممكن نكتفي باننا نعمل له لوج، او ممكن ما تعملوش خالص، لانه هيكون مساحه مهدره على الفاضي وهتشتتك لو جيت تراجع ملف الاخطاء، حتى لو بتستخدم حاجه زي تطبيق سنتري، واللي هتكون تكلفه على الفاضي. اخر كتاب معانا هو ريفاكتورنج، واللي بيقول بكل بساطه ما تستخدمش الارقام في تعريف الاخطاء. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوف المثال ده واللي هيوضح لنا الفكره. استخدام الاكواد الرقميه هنا بيخلي الموضوع معقد وغير عملي، لانك لازم كل مره تشوف الرقم ده معناه ايه،
وخصوصا لو الموضوع اكبر من كده شويه، ساعتها الارقام ممكن تكون اكتر من كده على حسب العمليات اللي بتتم هنا، والافضل انها تكون بالشكل ده. هنا انا استخدمت نصوص واللي يخليك تعرف الخطأ من اول مره وتتعامل معاه. ولحد هنا خلصت حكايه النهارده، واستنونا في الحكايه اللي جايه على كودكس لاين، والسلام عليكم.